السلام عليكم. هنعمل النهاردة احلى واجمل قطايف بيتي ممكن تعمليها، من اول العجينة لحد التحمير والسكر بتاعها وكل حاجة هتطلع معاكي مظبوطة ان شاء الله. بس انت اعملي كل الخطوات كده بالظبط. اتفرجوا كده على الفيديو لحد النهاية، ان شاء الله هيعجبكم وهتطلعوا قطايف احلى الف مرة من بتاعة الكنفاني، وهتشوفوا بنفسكم. هناخد معانا كده 3 كوبايات من الكوباية المعيارية. هننخلهم بقى كويس، ونتعود كده اي حلويات بتتعمل بالدقيق، اي مخبوزات لازم طبعا ننخل الدقيق بتاعها كويس. تمام. هننخل الدقيق بتاعها كويس جدا كده. بعد كده هنعمل بقى القطايف كلها في الخلاط، ومش هنستخدم اي حاجة تانية. هنحط معانا 3 كوبايات مية، ولو احتاجت معاكي مية تانية بتزودي، مفيش اي مشكلة، لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. حطينا في الخلاط كده 3 كوبايات مية، وهننزل عليهم الدقيق. تمام. بعد كده هنحط معلقة صغيرة من الخميرة، ومعلقة كبيرة من السكر، وحاجة بسيطة كده من الفانيليا، سواء سايلة او اللي هي في اكياس عادي، مفيش مشكلة، هتديكي ريحة جميلة جدا. هنقلب ده كله بقى كويس كده في الخلاط. تمام كده. وهنبدأ بقى نضربه في الخلاط لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه، وهقول لكم عليه دلوقتي. لو احتاجت معاكي ميه ماشي، هنزودها، كله على حسب الدقيق اللي انت بتستخدميه. انا مستخدمه دقيق عادي خالص اللي هو متعدد الاستخدامات. بنفتح في النص كده وبندي تقليبه كده للخليط، لان في دقيق بيبقى راكن في الخلاط من تحت ومن الجناب كده. هوريكم بعد كده القوام بنوصل له بيكون شكله كده، وما تقلقيش ابدا، مش هيكون فيها اي تكتلات، وهنشوفها مع بعض. بنرفع الاسباتولا كده او المعلقه ونعمل خط بايدينا كده، لو الخطين ما لمسوش بعض يبقى خلاص تمام كده، هو ده القوام اللي احنا عايزينه. تمام. هنسيبها على جنب بقى حوالي، يعني على جدوب، على ما نحضر كده الشربات بتاعها او السكر بتاعها. هنحط 3 كوبايات سكر كده في الحله، وكوبايه ونص من الميه. السكر بتاع القطايف بيكون تقيل. تمام. هنحط 3 كوبايات سكر، يبقى كوباية ونص مية، وكله على حسب الكمية اللي عندك. هنعصر كده نص ليمونة وشوية من الفانيليا. كل ده كده قبل ما نحطه على النار، وهنديله تقليبة ونرفعه على النار، وما بنقلبوش خالص طول ما هو موجود على النار. اول ما بيغلي كده، اول ما بيوصل للمرحله ديت من الغليان بنسيبه يغلي يدوب دقيقتين 3. بعد كده بنطفي عليه النار، وبيكون ده شكله. هنركنه بقى على جنب كده علشان يبرد، على ما نحضر الكنافه، سوري، القطايف. هنجيب بقى بعد كده طاسة تكون سميكة معانا، او اللي هي بتكون ما بيتلزقش فيها الاكل، يعني تيفال، سيراميك، جرانيت، زي ما تحبي. هنصب فيها شوية كده، شوفي هنوصل للقوام ده او للشكل ده، مخرمة كده من فوق، وشوفي لونها من تحت تحفة. وبيكون جنبنا كده صينية عليها فوطة، بنحط فيها القطايف وبنغطيها كويس علشان ما تنشفش معانا. اول ما بتشيليها من على الصينيه بتحسيها ان هي مش طريه، اللي هي ماسكه نفسها كده، مش ناشفه شويه. مجرد ما بنغطيها بالفوطه بتطرى معانا وبتبقى جميله، وهنشوف دلوقتي بنفسنا. شوفوا، عايزين نوصل للتخريمه دي وللون اللي موجود تحت ده. تمام. انا هنا كنت خلصت خلاص الكميه كلها، وديت كانت الكميه كلها. شوفوا بقت طريه ازاي وجميله. هنقلبها بقى كده علشان اوريكم بس لونها من تحت، كلها كده جميلة، وبكون مجهزة عندي بقى الحشوة اهو. ده اللون اللي احنا عايزين نوصله، بقت طرية وجميلة وكويسة خالص كده على الحشو على طول.
هنجهز بقى معانا الحشوة دي طبعا على حسب رغبتك. انا عملت زبيب وجوز الهند وسوداني وحطيت عليهم معلقتين سكر، يا دوب بس بنقفلها من الطرف كده ونروح جايين حاطين الحشوة وقافلينها كده كويس وبنضغط عليها من الجزء الابيض اللي فوق ده. تمام. بنضغط بقى بالشوكة عليها كده، ده شكل جمالي. لو انت خايفة انها تتقطع منك خلاص مفيش مشكلة، بتسيبيها ما بتعمليش بالشوكة. تمام كده. هنعمل بقى معانا كده كمان واحدة، بنحط الحشوة كده وبنقفل الجزء الابيض. وخلي بالك كمان، عايزه اقولك وانت بتحشي كمان غطيها علشان نفضل محافظين على الطراوة بتاعتها. تمام كده. انا كده خلاص هخلص بقى انا الكمية كلها كده، خلاص خلصت الكمية كلها ومغطياها اهو زي ما انتوا شايفين علشان نفضل محافظين على الطراوة بتاعتها ما تنشفش مننا واحنا شغالين. وعملتها بالشوكة اهو، بيدي شكل برضو جميل قوي زي ما انتوا شايفين كده. تمام. في زيت غزير بقى ويكون سخن، هنبدأ ان احنا ننزل بالقطايف وجنبنا كده الشربات او السيرم بتاعها، ومصفى تحتها طبق كده علشان نصفي السكر الزيادة اللي هيطلع منها. هنبدأ بقى نقلبها كده وبنعرف ان هي استوت ازاي اول ما بنلاقي الجزء الابيض اللي في الطروف ده احمر، بتبقى كده تمام جاهزة ومستوية. هنبدأ بقى نشيلها كده من الزيت ونحطها في الشربات او السكر بتاعها، وهنسيبها بقى في الشربات شوية حلوين كده على ما ايه نحضر على ما نحط مقلب تاني. تمام كده. اهم حاجة يكون الزيت سخن، وانا بستخدم حلة علشان قلتلكوا ببقى عايزة كمية كبيرة من الزيت فبنحطها في الحلة بيكون افضل يعني. آم، تمام. انا كده غطستها خلاص في الشربات، احطها بقى ايه تصفي كده في المصفى علشان لما نقدمها في طبق التقديم ما تبقاش تنزل من السكر بتاعها في الطبق كده ويبقى شكلها مش ظريف يعني. تمام. تمام. هنا كنت خلصت خلاص الكمية كلها، شوفوا كلها ما شاء الله لون واحد وتحفة جدا ومقرمشة، وبجد كانت جميلة قوي. وان شاء الله هنعملها بعد كده بحشوة الكريم شانتيه والجبنة، وهنعمل حشوات كتير جدا فيها، مش بس بتتحشى بالزبيب وجوز الهند. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة لو الفيديو عجبكم. السلام عليكم.